اهلا بحضراتكم معانا النهارده في الحياه اليوم في لقاء خاص مع عمرو موسى. من الممكن ان نضيف الى عمرو موسى عدد كبير من الالقاب، طبيعه عمله وخبرته السياسيه، لكن في نفس الكادر، في نفس الصوره اللي حضراتكم شايفين من خلالها السيد عمرو موسى دلوقتي، في كاريكاتير جنبه عن مهمته اثناء عمله كامين عام لجامعه الدول العربيه. الكاريكاتير ده بيتكلم عن الاحتياج للسلام ما بين العرب وإسرائيل، والسلام ما بين الشيعة والسنة في العراق، والسلام ما بين الأطراف اللبنانية. أول ما شفت الكاريكاتير ده حسيت إنه تبقى مفارقة شديدة جدا إننا محتاجين في مصر في نفس هذه اللحظة إلى نفس هذا القدر من السلام، ولكن معطياته نفسها في الحقيقة معطيات تبدو صعبة علينا. المواطن العادي يشعر بحيرة شديدة، عين على الرئاسة وعين على الجبهة، ومتابعة حائرة ما بين الجانبين موجودة في الشارع اللي واخد خط مختلف تماما. هل من الممكن لمن كان يشار إليه في عمله الدبلوماسي والسياسي على المستوى الدولي بأنه the top chief diplomat of Egypt أو الدبلوماسي الأول في مصر، هل من الممكن أن يكون لديه رؤية غائبة عننا وأدوات من الممكن أن تحقق هذا السلام على المستوى الداخلي؟ دي مجموعة من الأسئلة، يعني طبعا ده العنوان الرئيسي، ولكن ضمن هذا العنوان في مجموعة من الأسئلة اللي هنطرحها على السيد عمرو موسى النهاردة في حواره الخاص مع الحالي. برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا وسهلا، متشكر جدا. بدات بدايه سخنه. انا ربطتها في الحقيقه بالكرتون اللي مرسوم والمهام الكثيره اللي انا عايز ابدا بنفس البدايه دي مع حضرتك. لو حضرتك النهارده يعني بتبص على بلد، ولكن البلد دي مش مصر، بتمر بنفس هذه الظروف، بتوصفها ازاي؟ هل هي صراع داخلي؟ هل هو مقدمات حرب أهلية؟ تعرف دايما الدبلوماسيين بيبقى عندهم تشخيص للوضع كده، السيفل انرست، الاختلاف المدني الداخلي. اوصفها. شوفها، في بلد في حالة فوضى، بلد مهددة في استقرارها، مهددة على الأقل في المستقبل القريب. إنما أنا أريد أن أضع أمامك وأمام المشاهدين أنه لا يجب أن نفقد الأمل، وأن نستعيد قول مصطفى كامل: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وأنه نعرف أنه مصر فيها من الرجال وفيها من الثقافة والتاريخ والهمة ما يجعلنا نعبر هذه المرحلة المؤسفة في تاريخ مصر أو في حاضر مصر، واللي هتكون على الدوام موصوفة بأنها من المراحل السلبية في التاريخ المصري. الصعوبات معروفة، لا داعي ان احنا نتكلم فيها. الصعوبات أصبحت في كل أركان مصر، الحياة بكل معانيها، من أول الأسرة وأولادهم وعلاجهم وانتقالهم وتعليمهم، كل شيء. ده يعني أن هناك شيء غلط، والشيء ده مسؤوليتنا جميعا. أنا كنت لسه أسأل حضرتك، هو بلد في فوضى دي مسؤولية مين؟ أولا ضروري تبقى مسؤولية الكل، ولكن الكل ده لهم واحد يرأسهم، هو صاحب المسؤولية الأساسية وسوف يتحمل بها ما لم يقود الحكومة وكل رجال الحكم على الطريق السليم لإنقاذ البلد. وإحنا كمعارضة، المعارضة لا نعارض من أجل المعارضة ولا نتآمر باسم المعارضة، إنما نحن نعبر أيضا لأننا مواطنين قبل أن نكون معارضين، وبنشوف البلد ماشية إزاي، وبنشوف الصعوبات اللي في البلد ماشية إزاي، وبنشوف الأخطاء اللي بترتكب يعني، وبنشوف إنه أي واحد زيي وزيك لما يقارن النهاردة مارس 2013 ويرجع بقى كذا مارس إلى الوراء، شوف قد إيه هنزعل، لأنه اللي موجود دلوقتي ما كانش موجود حتى في أسوأ الظروف الموجودة. ده يتطلب زي ما كنا بنتكلم أنه يكون في عمل سياسي، يكون في خطة اقتصادية، يكون في فهم اجتماعي، ويكون في وعي بالأمن المصري داخليا وفيما حولنا. بس هتبدأ منين؟ يعني هتبدأ منين؟ احنا عندنا طرفين، عندنا طرفين سياسيين دلوقتي. لا مش طرفين، طرف يحكم وطرف يعارض.
هو في طرف يحكم وشعب يحكم. من ضمن الشعب فيه المعارضة، سواء جبهة الإنقاذ أو ما وراء جبهة الإنقاذ وما حول جبهة الإنقاذ من المعارضة المتدرجة، في معارضة كاملة وفي معارضة في موضوعات بعينها وفي معارضة من الناحية الطائفية وفي معارضة من الناحية الدينية وفي معارضة كثيرة. أنت بتقول نبدأ منين؟ ضروري نبدأ من كل شيء، لأنه دي دولة. السؤال ده ينطبق عليك وعليا. تبدأ من لو أنا عندي مشاكل كتير تبدأ منين؟ لأني فرد. أما الدولة عندها أجهزة كثيرة جدا، فاللي هيبدأ في موضوع الأمن هو الجانب الأمني، المسؤولين عن الأمن. اللي يبدأ في الموضوع الاقتصادي المسؤولين عن الاقتصاد، وكله في نفس الوقت. ما احنا لما كنا بنتكلم عن 100 يوم الأولى كان إيه؟ كان إنه نستدعي الهمم كلها، كل في مجاله عشان يعالج هذا الموضوع، وده ما تمش، ولحد دلوقتي ما تمش. ليه ما تمش؟ للفوضى. لأنه ما حدش ادى. أنا هنقل لحضرتك دلوقتي الكلمة اللي بتتقال في الشارع. ما حدش ادى الراجل فرصة. وكلمة تانية بتنقال، ما حدش ادى العيش لخبازه. الاثنين بينقالوا. فادى الراجل فرصة لها وجه صحيح ووجه غير صحيح. الوجه الصحيح انه الراجل منشغل بكل اللي شايفه ده، وده يبقى كويس لو كان منشغلا بهذا. انما ايضا دي دولة، مال للي بيحصل في التحرير او في هذه المدينة او تلك بانك بتصلح السكة الحديد، او تبدأ في اصلاح السكة الحديد، او تبدأ في معالجة موضوع السولار، او تبدأ في معالجة موضوع الدولار. ده ماله ومال ده. يعني الكلام ده لما يكون واحد فرد لا يستطيع ان يقسم تركيزه على موضوعات كثيرة. لكن حضرتك بتتكلم على مؤسسات دولة. أنا بتكلم على دولة، مؤسسة اقتصادية تشتغل في الاقتصاد بس، وتدي توصياتها وتدي آرائها وخلافه، وتشتغل تنفذ. يعني لأن في خطط موجودة مستمرة من وقت سابق، من السنة الماضية اللي قبلها ينفذوا. فالحقيقة القول بأنه ما حدش ادى فرصة ليس صحيحا على الاطلاق. ترى انه الانطباع دلوقتي انه المصريين يشعروا، او الانطباع العام بعد 8 شهور هو انه في احساس بخيبة امل او خيبة رجاء؟ ما فيش كلام، ما فيش كلام، ودي يجب تقال بكل صراحة، ولعلها تصل الى كل المسؤولين، انه لا، في خيبة امل كبيرة جدا عند كل معظم المصريين، وتجدها في يعني عند الفلاح وعند العامل وعند الموظف وعند المفكر وعند أنا من كم يوم كنت في زيارة لإحدى المحافظات في الوجه البحري، وتحدثت مع كثيرين أو استمعت إلى كثيرين، كلهم بيتكلموا على إيه اللي حاصل البلد، هيحصل لنا إيه، ولادنا هيحصل إيه الفوضى اللي حصلت دي، وإزاي ومش إزاي، وهتعملوا إيه ومش هتعملوا إيه. كان يعني كلام قاسي جدا. ورديت عليهم ايه لما قالوا لك هتعملوا ايه؟ قلنا ضروري نعمل سوا، وانا هكلمك هشرح النقطه دي بقى، يعني يمكن واحد طبعا في نقاشنا. انما يعني كلامهم هو مش عايز منك يسمع الحل، لانك انت مفيش حل، وانت بتتكلم في مع ناس احنا مش مؤتمرنا، كنا قاعدين قاعده كبيره كده مجموعات من الناس، فكان شكواهم واضحه وتقدر تعالجها. يعني هي طبعا ركزوا على موضوع السولار، وركزوا على موضوع الزراعه، وركزوا على موضوعات الاسمده بتسموا في السياسه او في الدبلوماسيه ما يحدث دلوقتي بعدم الكفاءه؟ هي مش في الدبلوماسيه ولا في السياسه. انت تستطيع ان تصف الوضع بذلك بصرف النظر عن اي دبلوماسيه او سياسه. لا قصدي يعني هم دايما بيقولوا انه في incompetent government، حكم غير كفء. ده مظبوط، ده اللي قصدي حضرتك. طبعا، يعني ده واضح، وده ليس سبة في مواجهة فلان أو علان من الوزراء أو من غيرهم، إنما الوضع اللي فيه مصر يتطلب علاج مختلف، مقاربة مختلفة، تصرف مختلف، مواقف مختلفة. الوضع ده غير عادي، الوضع ده غير عادي، وضع غير مسبوق. أفهم إنهم خايفين، أفهم إنهم مترددين، أفهم إنه مفيش قيادة بتقول له اعمل طبقا لخطة معينة، أو مفيش خطة. دعني أقول مفيش خطة معينة، الكل بيسهم فيها، كل واحد في مكانه، وده أحد أسباب الاضطراب، إنه مفيش خطة بتحرك الوزارة كلها، أو تتحرك الوزارة كلها طبقا لها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. مفيش خطة، زائد أن هناك اضطراب في التوجه،
في شعور في مصر لدى المصريين، ومش بس يعني في كل مكان في المنطقة وفي الدولة، هم مين اللي بيحكمهم؟ هل هو الرئيس؟ أم أن هناك مرجعية للرئيس؟ أم أن هناك ثلاثية لابد من أنك تصل إلى توافق في الرأي بينها حتى يصدر قرار؟ مش عارفين. استنتاج حضرتك الشخصي؟ أنا يعني بعتبر أن الرئيس هو الرئيس، إنما هو ملتزم بخط معين فكري معين. أنا لا أعتقد أنه أصبح قيد عليه، ولا أعتقد أبدا أنه كل هذه المشاكل ممكن أن تؤخذ بسهولة أو بطريقة الأسبرين. الرئيس جزء من جماعة، والجماعة لها فكر، الرئيس لم يخرج عن هذا. إنما أنا أعتقد أن رئيس الدولة له دوره وله مركزه وله سلطاته ومسؤولياته، لا يجب أبدا أن يشاركه فيها إلا من يقضي الدستور بأن له الحق في المشاركة، زي رئيس الوزراء والوزراء وإلى آخره. أما غيرهم لا دور لهم، لا يصح أن يكون لهم صاحب المسؤولية الرسمية. طب ما فيش كلام، وهو اللي هيكون مسؤول، يعني هو المسؤول. والعصر سيكون طبعا المسائل، العصر هيكون عصره وعصر الإخوان المسلمين. النجاح أو الفشل سوف يعود إليهم، وزي ما كنا بنتكلم من شوية إنه يعني التاريخ سينظر إلى هذه المرحلة بكل التحليلات السلبية. في فكرة الارتباط أو في فكرة القيد من الجماعة على رئيس الجمهورية، البعض يرى أنه هو محتاج هذا الموضوع بشدة. في الآخر هي القاعدة الجماهيرية اللي بينتمي ليها تسانده في وجه المعارضة، والبعض يرى أنه الآن قادر على اتخاذ، حضرتك قلت الحكاية ما بتتعالجش بالأسبرين. هل حضرتك شايف أنه محتاج علاج جذري، خطوة جذرية يعلنها دلوقتي عشان تحقق الانفصال؟ أولا النقطة المهمة اللي قلتها أنه محتاج لهذا الدعم من جماهير الإخوان المسلمين. كان في إيده أنه يؤيده كل الجماهير. المسألة مسألة أداء. كلنا كنا هندعم الرئيس في حركته الناجحة نحو الإصلاح، حركته الناجحة نحو طرح خطط وإظهار الدور المصري مرة أخرى في البلد، في المنطقة، في العالم. كنا هنمشي وراء. فالحقيقة الاكتفاء بجمهور اللي بيسموه بطرافة أهلي وعشيرتي، يعني كثير من الناس عملوا عليها تأليفات ونكت وخلافه، لا، مصر كلها ما كانش محتاج أبدا إنه لفئة معينة إنه يضع نفسه في قيد إنه دي هم دول المجموعة اللي بتأيده. كل مصر كان مستعدة تأيده طبقا للأداء وللانفتاح وللآفاق. الجمهورية الثانية لما وجدنا الجمهورية الثانية بتقفل مش بتفتح، بدأوا الناس يتساءلون وينفضون. تعمل ريستارت. ده أول نقطة مهمة عايز أعلق عليها. فضل. إن هو فقد هذه الفرصة، وهذه الفرصة ثمينة، كانت ثمينة جدا، إنه رئيس كل المصريين وكل المصريين بيدعموه لأنه يؤدي أداء حسنا، لأنه بيخدم مصر، مش بيخدم جماعة ولا حزب ولا فكر معين، إنما فاهم إنه هذا الفكر يجب أن يتماهى مع ظروف القرن ال21. وأنا أعتقد أنه دي مسألة تحدث فيها الكثير من الفقهاء، وهناك طرح جميل من كثيرين عن إزاي الإسلام والقرن ال21، مش الإسلام أنه يجر مصر إلى الخلف أو يجمدها. ثم النقطة الثانية أنه هل هو التمكين من إيه؟ من جسد يكاد يموت؟ يا أخي أيقظ الجسد، عالج الجسد، ويصير التمكين بطريقة مختلفة تماما. وده اللي أدى إلى النقطة الثانية اللي هي أهل الثقة وأهل الخبرة. وده مرض مصري قديم كنا فاكرين يمكن نخلص منه دلوقتي، إنما أصبح أهل الثقة هم الأساس. أهل الخبرة حتى لو كانوا موجودين مضطربين، خايفين، مترددين، بينظروا وراءهم ومش عارفين يعملوا إيه على قلتهم، يعني مش شايفين أهل الخبرة على الاتساع في أجهزة الدولة الآن. ازاي تعمل فرصة تانية، او ازاي تعمل اعادة انتاج لظروف مختلفة؟ يعني ازاي تقف دلوقتي تقول طيب يلا نبدأ دلوقتي حالا، خطوة رقم 1 ايه اللي المفروض تتم؟ انك تبدأ من جديد دائما ممكن،
واحنا اقترحنا، وانا كنت من بين المبادرين والمقترحين باكثر من اقتراح، انما نحن المعارضه اقترحت حكومه وحده وطنيه تجمع الكل في قالب واحد، ويجلس الكل لمعالجه المشاكل الخطيره غير المسبوقه الوجوديه يعني اللي بتواجه مصر، لانه في اصبح واضح عند الكل، او اصبح هناك اعتقاد قوي لدى الكل انه هذا الفصيل الواحد الذي يحكم الان لن يستطيع ان يقيل الدوله ومصر من هذه العثره الكثيره. فطرحت هذه الافكار انه فلنجتمع سوا بما فينا الحريه والعداله والرئيس والكل، انما يبقى في هذا التفاعل، هذا التشابه، ده اقوى من مجرد الحوار. الحوار هنتكلم وده نقدر يعني نسيبه لسؤال اخر، انما الحوار نفسه وسيله. اما الحكم في مثل هذه الظروف مطلوب ان يكون حكما على كفاءه عاليه وحنكه كبيره في كل اركان الحكم، اي الداخلي اقتصادي واجتماعي وخدمات والاقليمي والخارجي، ان كل ده يكون في فكر بيجمعه. ده كان يناقش في مجلس الوزراء اللي يجمع الكل، والكل اللي يتخذ قرار زي موضوع القرض، رايحين القرض ايوه القرض لا، القرض ايوه القرض لا، لتردد المال، وده حاطط في اعتبار الانتخابات، وده حاطط في اعتبار لما يقول الكل هيقرر فالمكسب للكل، وحتى اذا كان خساره على الكل. ده البدايه، هذه هي البدايه. هذه الوزاره او هذا التجمع الوطني القومي اللي تجمع سويا لانقاذ مصر، عليه انه يتكلم عنه، يشوف بسرعه الخطه الاقتصاديه، ايه النقاط التي تحتاج الى علاج فوري. يعني الخطوه الاولى هي حكومه تشمل الجميع. انا متصور هكذا واؤمن بذلك، لان هو ده بدايه التصالح، بدايه المصالحه الوطنيه، العمل المشترك. تردد انه في الاسبوع اللي فات كان في اتصالات بتتم ما بين الحريه والعداله ومكتب الارشاد او الاخوان المسلمين من جانب، وحضرتك وجبهه الانقاذ من جانب اخر. انا اؤكد لك اقول لك ان هناك اتصالات تجري فعلا مع عدد من اعضاء جبهه الانقاذ، وانه هذه الاتصالات كانت موجوده من قبل كده، يعني ما احنا لم يمتنع اي منا عن اللقاء مع اي حد. هل تاثرت بالحكم بالطعن اللي صدر اللي خرج من الرئاسه؟ دي نقطه ثانيه انا اتفضل. قلتها. اتفضل. احنا اعتبرنا احنا كناس مواطنين، واتكلم عن نفسي وعن الجبهه اللي اقدر اقول اسمها، ان احنا راينا ان الانتخابات تقررت في وقت غير مناسب، عشان كده طالبنا بتأجيل الانتخابات. تذكر ان الانتخابات كان مقررا ان تجري في الاسبوع الاخير من ابريل. وتذكر ان محافظ البنك المركزي ومصادر اقتصاديه اخرى دوليه ومصريه قالوا انه ابريل بدايه الازمه الحقيقيه، هيكون في ازمه الخانقه الماليه والاقتصاديه. طيب ما فيش هذا التنسيق، ازاي الانتخابات في الوقت اللي يجب ان تركز فيه على نواحي اقتصاديه وماليه واجتماعيه، تاخد بالك من البلد والناس واكلهم وشربهم، ده مش موضوع الانتخابات. هذا الموعد لم يكن ملائما، ويعني عشان كده التأجيل كان مطلوبا. انا بعت اقتراح برضه في الاتصالات انه فليتم تأجيل 90 يوم، والجبهه كلمت عن التأجيل، وعشان ندي نفسنا فرصه نتنفس. طبعا كان في نوع من الرفض على الجانب الحكومي او جانب النظام، وربما يعني لانها كانت طلب علني، فلاي سبب عنده احراج سياسي او غيره جاء الحكم ووفر الفرصه للكل. ده حكم محكمه قال لك اجل ده، فانتهت هذه الفرصه، واحترم وهتكون عندك يعني نوع من انك بتطرح على الناس ازاي انت تحترم القضاء، وازاي انك انت بتعطي النظر في قراراتك، يعني مش القرار بتاع الصبح وبالليل تراجع فيه، لا، قرار رئيسي او رئاسي يعني مهم بهذا الشكل، انما هيتخذ في اطار الانتخابات البرلمانيه، في ضوء مطالبات، في ضوء احكام قضاء، في ضوء ضروره، والجاري الاقتصادي مستريح، لانه كان في
بعض التعليقات جايه من الرئاسه. بس جرت الاتصالات بعد كده وكان لحضرتك تصريح بانه مساله يعني انه الاتصالات دي مستمره، لكن لما جه الطعن ده قعدنا مره ثانيه. قعدنا الى المربع صفر ثاني. انت عايز تطعني، انت مش خلينا نتوافق سويا بقى. يعني انقطعت الاتصالات دي مع الطعن؟ فيما يتعلق طبعا بالانتخابات وموضوع المقاطعه وكله توقفنا عن حتى التفكير في اعاده النظر. نشوف الى الاسبوع القادم لما المحكمه تبدا في نظر. انا في هذه الفرصه بقى اطالب مره ثانيه بلاش الطعن، فلنستفد جميعا. وبالمناسبه كل الاراء القانونيه بتقول انه لا علاقه بالطعن ده بالتاثير على موعد الانتخابات. يعني حتى لو قوبل هذا الطعن الانتخابات لن تتم. ده موضوع ثاني، احنا عايزين نشوف الحكومه وتصرفها وفكرها الحكم. فاصبح طبعا احنا خلاص احنا فاضل اقل من شهر ولا حد ترشح ولا حد طبعا ضروري هيكون تاجيل، انما التاجيل ما يكونش تاجيلا اداريا، يكون تاجيل سياسي. فنجمع عليه تنفتح ابواب، تنفتح نوافذ. اما التاجيل المضطر ده مش هو ده الموضوع، احنا بنتكلم عن قرار سياسي يورينا ان هناك اعتبار لظروف سياسيه معينه كتير اتكلموا عنها. كان في حد ادنى للاتفاق على مساله تغيير الحكومه ولا لا؟ انا كل ما اقعد مع حد من الحريه والعداله وهو الطرف الاخر مثلا يقول احنا ما عندناش مشكله ان احنا نغير الحكومه. طيب يعني في اتفاق ولا ما فيش اتفاق على الموضوع؟ ما فيش اتفاق، في نوع من الكلام اللطيف، كلام طيب. طبعا هو في حاجه، ما الحكومه دورها معاك. ولا حاجه ثانيه لابد انه ممكن تعديل وزاري. افتح هيغير رئيس الحكومه، مش هيغير رئيس الحكومه، واصبح في ناس يعني اصبح دردشه مين يبقى رئيس الحكومه ومين يبقى وزير كذا. انت عارف احنا في مصر الحكايه دي جدا يعني. انما كل ده سيبه على جنب. فعليا ما فيش. المظبوط انه لا، ما فيش حاجه. طيب خليني بعد الفاصل ارجع للنقطه دي، مساله الازدواج ما بين ما نتابعه على المستوى العام وما يحدث في الاتصالات المختلفة وراء العدسات واحنا لسه ما نعرفش عنها حاجة. مستمرين مع حضراتكم في الحياة اليوم بعد الفاصل في هذا الحوار الممتد مع السيد عمرو موسى.